عبد الحليم مراد غير موافق. غير موافق. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، اولا انا اتقدم بالشكر الجزيل لمقدم الاقتراح فضيلة الشيخ جاسم السعيدي، والشيخ قدم الاقتراح لمنع الخمور في الاماكن العامة وهو من باب تقليل الشر، ولكن اقول هل يجوز ان تباع الخمور وتداول في اماكن غير العامة؟ معالي الرئيس، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتناب أشد من الحرمة. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وكم مرة في المجلس تكلم عن الخمر وليه يعني الخمر يباع في البلد. يا معالي الرئيس، كل قطرة خمر تدخل البلد كل من لا ينكرها سواء باليد أو بالقلب أو باللسان فهو لا محالة آثم. فأنا أطالب حقيقة أن تمنع الخمور البتة من هذا البلد المسلم الذي يقول الدستور دين الدولة الإسلام. فنحن أين نحن الإسلام؟ عندما نزلت هذه الآية في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الصحابي يرفع الكأس، فإذا سمع الآية رمى بالكأس. والآن احنا نقول نمنع هنا ونمنع في الطيارة ونمنع في المطار. نحن نطالب أن تمنع الخمور من البحرين كلها، فهذه البلد إسلامية، بلد طيبة. وشكرا معالي الرئيس. ولكل حياة لمن تنادي. الحدث الأخ حسن سالم من عندنا نقطة نظام. شكرا معالي